الصادق كان ينطي علم ويا تربية وأخلاق وتهذيب نفس وإلى آخره. أكو إمامة الإمام الصادق جانب تربوي تجاه شيعته كبير، وإحنا الآن ذولا شباب قاعدين، إخواني ذولا إخواني وأحبابي. الجانب التربوي أنا وياك اليوم محتاجيه. الجانب التربوي لما قرأت رواياته في حياة الإمام الصادق لقيته على قسمين. القسم الأول جانب تربوي لساني خلى أعبر عنه، والقسم الثاني جانب تربوي عملي فعلي. أحسنتم، مرة قولي مرة شنو؟ فعلي. القولي مثل شنو؟ هذا الكافي بين يدي. طبعا هاي الموسوعة اللي بين يدي من 30 مجلد اسمها تبيين الكافي في مرآة العقول والوافي. الكافي اكو شرحين او تعليقين، شرحين مهمين له. الشرح الاول للعلامة المجلسي عنوانه مرآة العقول، والشرح الثاني للفيض الكاشاني عنوانه الوافي. هاي الموسوعة جايبة روايات الكافي مع شرح وتعليق العلامة المجلسي والفيض الكاشاني. واضحة الفكرة ولا؟ هاي الرواية اللي راح اقراها الآن تمثل الجانب التربوي القولي بالنسبة اللي كان يقول الإمام الصادق الشيعته. الطريف أن الرواية في الكافي يقول عنها العلامة المجلسي في المرآة أنها صحيحة السند. فالرواية من جهة في كتاب مهم كالكافي، ومن جهة أخرى الرواية شنو؟ صحيحة السند. ايش قد مهمة يعني؟ ايش قد مهمة؟ زين شي يقول بها الصادق وهي تمثل الجانب التربوي القولي؟ الرواية اللي قال عنها العلامة المجلسي الحديث الخامس صحيح. مو بس بالكافي صحيحة، وتمثل جانب تربوي قولي. تقول لي يلا استعجل. مثلا الرواية عن الشحام قال لي أبو عبد الله اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام. يا شحام، يا هو يدعي يمشي وراي يحبني يطيعني يأتم بي، أبلغه عني السلام وقل له الصادق يريد 1 2 3 منك. هذا الكلام يشملني أنا وياك اليوم لو ما يشملنا. احنا مو أتباع الصادق يوم مو أتباع الصادق؟ أتباع الصادق. نطيعه يوم نطيعه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، والصادق واحد منهم. الصادق يقول للشحام، يقول له يا هو اللي يقول يحبني يتبعني يمشي وراي بلغه سلامي وقل له أنا شنو أريد منه. عمي مهم يسمعون هذا الكلام يوم مو مهم؟ مهم يسمعون هذا الكلام. تتبعون الصادق. الصادق في رواية بالكافي قال عنها المجلسي صحيحة السند. هتشي يقول لكم أنا هم راح أوصل لكم كلام النفسي وإلكم. اقرأ على من ترى أنه يطيعني السلام، يطيعني منهم ويأخذ بقول السلام، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. سجل يمك واحد. أول شيء أريد منكم يا من اتبعوني شنو؟ تقوى الله. شنو تقوى الله؟ باختصار رب العالمين ما يلقاك بالمكان النهاك عنه، ورب العالمين ما يفتقدك بالمكان الأمرك به. واضح الحكي يوم مو واضح؟ كل شيء رب العالمين حرم عليك كون ما يلقاك به، كل شيء رب العالمين أوجب عليك كون يلقاك مسويه. هاي التقوى. أول وصية الصادق يقول وصلوها لكل واحد يحبني، تقوى الله. شباب هذا الحكي مهم بنظركم يوم مو مهم؟ بعد يا ابن رسول الله وأوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله. شنو الاجتهاد لله؟ يعني بذل الجهد من أجل الله، بذل الجهد. اشتغلوا لله. الصادق يقول لكم يا من تحبوني اعملوا لله، سووا شيء لله، اجتهدوا لله، ابذلوا جهدا لله. هسه أمر بالمعروف، نهي عن منكر، قضاء حاجة مش ما أدريني، اشتغلوا لله. قضاء حاجة مؤمن، عمل صالح، اشتغلوا لله. كل واحد منكم كون يشتغل لله الآن. الصادق يقول أنا ما أدري ربط. الصادق يقول كل من يحبني ذني وصاياي يكون ياخذني. الصادق يقول اشتغلوا لله. اكو شاب لعله ما يحب
يشوفني ويسمعني أنا، يقول أنا هاي عمامتك وعبايتك أنا ما أحبهن، ولا أحب أسمع منك، وأنا أصلا هالعمايم ما أحبكم. أكو شاب هيك وما يخالف، أنت لعله يحبك، أنت خو ما لابس، لا هذا ما عنده مشكلة وياك. هسه أكو بعض الناس عنده مشكلة من ثيابي، ماكو مشكلة، أنت خو ما عنده هاي المشكلة وياك. أنت ادعوا لله، اشتغلوا لله، أنت ادعوا لأهل البيت. أنت عندك موقع بالفيس، نزل كل يوم حكمة من حكم علي بن أبي طالب من نهج البلاغة، ايش يصير؟ الدنيا تخلص؟ قال الباقر قال الصادق، كل يوم نزل لك قول للباقر، طلعهن من الكافي الشريف ونزلهن على مواقع التواصل الاجتماعي. وانت سوي شيء لله، عيوني انت دي سووا اشتغلوا. الصادق يقول والاجتهاد لله، سووا شيء يعني، سووا شيء يعني. صاحبك تشوفه راح للمخدرات، راح للفساد الاخلاقي، احكي وياه، نصحه، انت نصحه، قل له هذا الطريق مو زين، يضرك هذا الطريق، يؤذي صحتك ويؤذي دينك ويؤذي مستقبلك، مو صحيح هذا. انت احكي وياه، عيوني انت سوي شيء. هذا الحكي مو بس نسمعه ونروح، رتبوا عليه اثار، سووا شيء زين. بعد يا ابن رسول الله، وصدق الحديث، صدق الحديث. بعد وأداء الأمانة. بعد وطول السجود. بعد وحسن الجوار. فبهذا جاء محمد. هذا اللي جاء محمد. اجى به محمد صدق الحديث، أداء الأمانة، سجود لله، حسن الجوار، الورع في الدين، الاجتهاد لله، تقوى الله. هذا اللي جاء به النبي. وذن الصادق هم يريدن منكم، كل واحد منكم الصادق يريد منكم. عندي هواي حكي هنا أنا، بس المشكلة وقت ماكو. شيخنا هاي يشوفوني بعض الشباب، اعطيني فد ورد اريد الامور تنكشف. شو تسوي بالامور تنكشف؟ اريد اشوف الناس على حقيقتها. على شنو اشوف الناس على حقيقتها؟ خليها الناس مستوره الله ساترها. على شنو عمي اشوف على حقيقتها؟ شو تسوي بالورد عمي؟ سوي لي ذني انت بالبدايه، سوي لي ذني انت. شيخنا اريد انا 3 ايام انام بالمقبره حتى ما. على شنو تنام بالمقبره؟ شو على شنو تنام؟ على شنو تنام؟ تعال ذني الاساسيات سوي لي اياها انت، صدق الحديث، اداء الامانه، تعال سوي لي ذني انت بالبدايه. اتيان الواجب، ترك المحرم، تعال سوي لي ذني انت. فبهذا جاء محمد، ادوا الامانه الى من ائتمنكم عليها برا او فاجرا. فان رسول الله كان يامر باداء الخيط والمخيط. حتى شنو؟ الخيط النبي كان يرجع لأهله. الخيط النبي لما طلع من مكة قال لعلي بن أبي طالب، أنت نفسي، أمانات الناس عندي تبقى بمكة، آخر أمانة سلمها تجيني، أنا ما راح أدخل المدينة، أنتظرك على مشارف المدينة، تجي ندخل المدينة. وقف علي بن أبي طالب نص مكة، قال لهم يا هو اللي عنده أمانة عند محمد يجي ياخذها. اجت الناس أخذت أماناته، جاب الفواطم وطلع. أدوا الأمانة. الخيط والمخيط النبي كان يرجع لأهله. تعال سوي لي ذني. صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري فيسرني ذلك. لما الإنسان يكون صادق، عنده أمانة، يخاف الله، ما يباوع على أعراض الناس، مؤدب مهذب خلوق، الناس يقولون هذا جعفر الصادق، يقول يسرني هذا، يفرحني هذا. فإحنا كل واحد من عندنا الآن يقدر يفرح الصادق بذني. شوف التكملة، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر. وإذا كان على غير ذلك، يحكي يكذب، أمانة يخون، أخلاق سيئة،
الناس صايحة منه الغوث، جورته تعبانة، دخل علي بلاؤه، يقول الصادق. والله لو نعرف خطورة هاي الحكاية نحسب لها مليون حساب قبل كل تصرف نسويه بالشارع. لو نعرف خطورة هاي الحكاية. يقول مو دخل عليه، دخل شنو؟ دخل علي بلاؤه. أنا ابتلي بسوالفه لأن سمعت السيئة ترجع علي وأنا بريء منها. شنو رأيكم؟ شنو رأيكم؟ دخل علي بلاؤه وعاره، وعاره هم يعبر الإمام، وقيل هذا أدب جعفر. حاشاه طبعا، توقع براسي. الإمام يقول من يكذب توقع براسي، يخون الأمانة براسي، أخلاقه سيئة توقع علي، عاره يرجع علي، يأذيني هذا. فوالله لحدثني أبي يعني الباقر أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي، فيكون زينها، آداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث إليه، وصاياهم وودائعهم تسأل العشيرة عنه أو تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان إنه لآدانا للأمانة وأصدقنا. الشيعي كان من يكون بعشيرة، العشيرة كلها تفتخر به. الإمام الصادق يقول لهم أبويا الباقر هيك يقول. هذا اللي يريده منكم الصادق وانتم حاضرين بمجلسه يا أحبابي، يا أخوتي، يا أعزائي، يا نور عيني. الموضوع خطرها. الآن إمامنا صاحب الزمان نفس الشيء للصادق، احنا نسوي شيء غلط بلاءنا وعارنا يرجع على إمام زماننا. من يقبل بذلك؟ من يرضى بذلك؟ الله الله بتقوى الله، الله الله بحسن الخلق، الله الله بتهذيب النفس على طريقة أهل البيت ورواياتهم طبعا، الله الله بحسن الجوار. يا إخوة خلنا نتعلم، خلنا نستفيد، مو بس نسمع يا أحبة. عيب على شيء ما يسوى، هذا ضارب هذا وذاك ضارب ذاك، وهذا هاد على هذا وذاك هاد على ذاك. عمي عيب، والله عيب ذني، والله ذني مو أخلاق جعفر الصادق، والله هذا مو أدب جعفر الصادق. أنا قبل شوية قلت الجانب التربوي بالإمام الصادق على مستوى القول فقط وعلى مستوى شنو؟ الفعل. هسه القول عرفنا، على مستوى الفعل أبين لكم يوم ما أبين لكم. لو صنضجتوا من ولدي كافي بطل أكمل، والله خلي أجي على مستوى الفعل. هم نفس الموسوعة تبيين الكافي في مرآة العقول والوافي مجلد 16 كتاب الصلاة باوعلي. الرواية أيضا يقول عنها العلامة المجلسي في الكافي سندها حسن، وفي من لا يحضره الفقيه للصدوق سندها صحيح. يقول الحديث السابع حسن وفي الفقيه صحيح. يعني مو بس قاعد أجيب لكم روايات من كتبنا الأساسية، وإنما حتى الروايات أجيب لكم روايات، وإنما حتى الروايات شنو؟ قاعد أتعمد أختارها شنو؟ ليش ما جاوبني؟ صحيحة السند. فأرد أشوف حجتي وحجتك شنو بعد ما نعدل رواحنا. أنت عدل، أنا أحكي عن روحي الأعوج، أنت عدل أنا أعوج. شوف هاي الرواية، طبعا هاي الرواية ما راح أقدر أقرأها كلها، وهي من أجمل الروايات تربية بشكل عملي. ما راح أقدر أقولها كلها، طويلة شوية الرواية، بس كلش مهمة، جيب وقت وسولف. الرواية شو تقول؟ هذا حماد بن عيسى قال لي يا أبو عبد الله يوما الصادق يا حماد تحسن أن تصلي؟ يا حماد شنو؟ تحسن صلاتك عدلة مرتبة على الموازين؟ يولا هذا اللي يردوه هذا البيت، مو أصير درويش، لو أصير صوفي، لو أصير ما أدري شنو، لو أصير هذا اللي يردوه هذا البيت. الواجب رتبه. يا حماد
تحسن أن تصلي؟ قال فقلت سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. حريز منو؟ حريز عند أصل بالصلاة، وهذا الأصل من الأصول 400 ل400 رجل ربوهم الأئمة عليهم السلام. هذا كان يروح بسجستان وسيستان يبلغ، هو كوفي سمي بحريز السجستاني لأنه كان يبلغ أمر أهل البيت بسجستان، وقتل من قبل الخوارج هناك. حريز عنده كتاب في الصلاة عظيم وهو من الأصول 400. كون فد يوم عندي وقت أسولف لكم عن الأصول 400. أبو منتظر أنا بالعشرة أكون أخلص 10 و5 عندي ولا 5 دقائق حتى شوية أكمل من هاي الرواية. فحماد شو يقول للإمام من قال له صلاتك عدلة يولا؟ قال له أنا أحفظ كتاب حريز. من يقول له أحفظ كتاب حريز يعني صلاتي شنو؟ صحيحة. زين إيش قال له الإمام؟ قال لا عليك سعوفني تحفظ كتاب حريز، ما تحفظ عوفني من الحكي. يا حماد قم فصلي، قوم صلي قبالي هذا صلاتك. باو عليه. قال فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدت، فقال يا حماد لا تحسن أن تصلي. شنو؟ صلاتك مو مثل ما نريد، مع أنه حماد إيش حافظ؟ كتاب حريز بالصلاة. قال له لا تحسن أن تصلي. أنا وياك شلون؟ ها؟ أنا وياك شلون؟ إذا حماد الكاتب الحافظ كتاب حريز الإمام قال له صلاتك أنا وياك شلون؟ زين يا حماد لا تحسن أن تصلي، ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 60 سنة أو 70 سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. إيش قد قبيح أن واحدكم عمره 70 سنة ما مصلي بعمره صلاة بحدودها. قال له يا ابن رسول الله شلون الصلاة بحدودها؟ قال له راح أصلي قبالك وشوف الصلاة شلون بحدودها. هاي راح أصلي قبالك تربية شنو؟ عملية. أنا بعدني بالجانب التربوي، الجانب الاقتصادي الصادق ايش سوى؟ الجانب العلمي المعرفة الصادق ايش سوى؟ دني كلهن كان بنائي احكي بيهن، ولكن وقتي راح، كلهن راح أعوفن لوقت آخر وأنا متألم ومتأسف على ذلك. الصادق شهر رمضان واحد يكون يسولف حتى شوية يقدر يبين فشي. زين قال حماد فأصابني في نفس الذل فقلت جعلت فداك فعلمني الصلاة. فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصبا القوام مالته، فأرسل يديه جميعا على فخذيه. باوعولي تردون تصلون. فأرسل يديه جميعا شنو؟ على فخذيه وهو قائم. زين قد ضم أصابعه، يعني ايديه من خلاهن على أفخاذه مو هيك. شلون؟ هيك مضمومات. قد ضم أصابعه. زين وقرب بين قدميه بوقفته حتى كان بينهما قدر 3 أصابع بالوقفة للصلاة، منفرجات، 3 أصابع منفرجات. واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفه وقال بخشوع الله أكبر. زين ثم قرأ الحمد بترتيل. ترتيل مو يعني هذا الترتيل مال مجودين قراء القرآن، لا، ترتيل يعني الكلمات يقراهن بمخارج حروفهن بحيث مفهومات واضحات اللي يسمع يفهمهن. مولانا خلاص الوقت، الرواية طويلة صفحتين، إلى أن صلى ركعتين كاملات بكامل مواصفاته. يقول من جملة ما بيها الرواية، يقول الصادق لما ركع يقول ظهره كان بركوعه، إذا أخلي ماي على ظهره لا شنو؟ لا يروح يمين الماء ولا شنو؟
ولا يروح شمال، الماء يبقى واقف على ظهره، لكثر ما كان ظهره شنو؟ معتدل في ركوعه. لما كمل قال له هكذا صلي يا حماد. مكلفين ارواحنا احنا فد يوم قارين هاي الروايه حتى نعرف شلون نصلي؟ مكلفين ارواحنا؟ اسالكم بالله مكلفين ارواحنا؟ ابحثوا عنها، اكتبوا ما اقبح بالرجل يا حماد، ما اقبح بالرجل، حتى تشوفون الروايه كامله وتقروها وتعرفون الصلاه بحدودها شلون، وكنا نصلي صلاه صحيحه.